واللي عنده سؤال يا شباب يكتبه تحت في الكومنتات عشان الفيديو الجاي ان شاء الله الرد على الاسئله. ما تستناش الرد عليك في الكومنتات يا محترم، وانتظر الفيديو الجاي. السلام عليكم. هل المقص يا شباب له صيانه دوريه؟ يعني بتحله كل فتره كده تعمل له صيانه دوريه ولا ملوش صيانه دوريه؟ الصيانه دوريه الاول بس يعني ايه؟ صيانه دوريه يعني الحاجه بتبقى عندك مش بايظه ولا حاجه، بس انت لازم تعمل لها صيانه عشان ما تبوظ. خلاص، فانت بتحل الحاجه وتصينها وتشحمها وتظبطها وهي سليمه اصلا. والاجابه المقص يا حضرات ملوش صيانه دوريه، مفيش حاجه اسمها صيانه دوريه للمقص. المقص ده حلالان وشغلانه رخمه، وتركيبه شغلانه ارخم منه. حل المقص ده انت بتحل النص، يعني المشكله مش في حل النص، المشكله في الفايده. هل في فايده صيانه دوريه اللي هو كل فتره؟ الاجابه لا. والسؤال بقى، هل الحاجات اللي ملهاش صيانه دوريه ومن ضمنها المقص دي مش هنحلها خالص، مش هنيجي ناحيتها خالص؟ والاجابه لا، بتحلها يا صاحبي بس لما تحصل فيها مشكله بالفعل، يعني المشكله حصلت فعلا. طب المقص بقى ايه اللي ممكن يحصل فيه يخليك انت تضطر؟ يعني انت لما بتحل الحاجات دي بتحلها اضطرارا، فايه المشكله اللي ممكن تحصل في المقص تخليك انت مضطر تحله؟ اول حاجه يا محترم تضطرك تحل المقص هي ان المقص يكون محتاج جلب. انت هنا ضروري هتحل يا محترم عشان تركب الجلب بتاعه المقص. ولو انت راجل مبتدئ خالص ومش عارف يعني ايه جلب المقص، فهي كده جلب بتركب اهو. عامله ازاي؟ عامله زي جلب الجنط الخلفي بالظبط اللي الترس بيركب فيها، بتتحط هنا يا صاحبي وبتبوظ برضو زي ما جلب الجنط الخلفي في الموتوسيكل بتبوظ، برضو الجلب دي بتبوظ، بس دي عمرها اطول بكتير يعني. تاني حاجه يا صاحبي ممكن تضطرك انك تحل المقص بيتخرب من الحته دي. ايه اللي بيخربه؟ انك بتربط على صاموله الاكس الصناعيه، بتربط على صاموله الاكس زياده عن اللزوم. حاول يا صاحبي صاموله الاكس دي محدش يربطها غيرك، لان كل الميكانيكيه بدون مبالغه بتقرط عليها زياده عن اللزوم وبتتسبب في تيانيان المقص من الحكايه دي. ولذلك مفيش موتوسيكل قديم الا ما المقص متني من الحته دي بسبب رباط الميكانيكيه الزايد على المقص. لان خد بالك يا صاحبي، لما الحته دي بتتني في المقص الشداد ده بيتحشر. لما بتيجي انت تظبط الجنزير او تشد بتظبط من خلال الصاموله دي، فبتلف لفه لفتين على حسب اللي انت عايز تلفه، وبتكون معتقد ان الشداد اتشد، انما هو في الحقيقه بيبقى محشور، وانت بتعتقد انك ظبطت الجنزير وهو ما بقاش اتظبط ولا حاجه. فلازم الشداد يبقى عنده حريه الحركه كده. لما تربط الصاموله الشداد يتشد معاك. لازم الامور تبقى كده زي الموتوسيكل الجديد، لازم موتوسيكلك يفضل جديد مدى الحياه. عايز تكسل براحتك، انما انت لازم تكون عندك المعلومه ايه الفرق بين الحاجه الزيرو والحاجه المستعمله. هي الامور دي، المشاكل دي في القديم. احفظ حاجتك، خليها على وضعها طول عمرها من خلال المشاكل اللي انا بكلمك فيها دي. انا بحللك في المشاكل اللي ما بتتحلش، اللي هي بطبيعة الحال في القديم، ولكن الكلام ده يحوله لك لحاجة زيرو على طول. في نفس الوقت تيجي تربط الشداد تلاقي الصامولة دي بتفوت. هي بتفوت ليه؟ بتفوت لان ده محشور. خد بالك، فالغلط هنا بيجيب غلط والصح بيجيب صح. اعرف بس الدنيا التسلسل ماشي ازاي في الموتوسيكل يا محترم. احيانا برضو بيكون المقص، احيانا يكون المقص جاي لك المسمار بتاعه ده مش مظبوط والفرامل مش ظابطه عليه، فانت برضو كده بتضطر تعمل له برضو بتظبطه وكده عشان برضو الفرامل تبقى راسيه عليه ومرتاحه كده. ودي من النوادر على فكره، دي بتكون في المقصات الجديده اللي هي قطع غيار، ما بتكونش دايما في مقصات المصنع، لان مقص المصنع بيبقى جاي راكب، فهم بيركبوا لو لقوا حاجه مش مظبوطه هم بيظبطوها، لان هو بيركبها لك بيجيبه لك راكب. انما المقص اللي انت شاريه ما حدش جرب يركبه، ففي ساعات يبقى مسمار زي ده مش مظبوط على الفرامل. طب دلوقتي بقى المقص انتنا يا سيدي، واللي كان وخلصنا. هنصلحه ازاي بقى؟ خد بالك يا محترم ان تصليح المقص اللي متني من النوايا دي عمليه سخيفه جدا، خد بالك يعني. وده مش شغل ميكانيكيه، يعني ما ينفعش تروح للميكانيكي تكلمه في القصص دي. تمام، الراجل هيعتذر وهيقول لك ما بتعملش، تبقى فاهم كده، ما تتكلمش مع حد، انت لازم تعمله بنفسك. هتعمله ازاي بقى؟ اول حاجه هتطلع الشدادات اللي محشوره جوه. دي طبعا بتطلعش بسهوله، المقص طبعا ايه
دي يا شباب طبعا الصيانه بقى عباره عن ايه؟ الصيانه بتظبط دي طبعا خربانه، دي طبعا بتظبطها ازاي؟ بحاجه من جوه وبتدق على اللي جوه تردها، وبعدين ترد الجنب التاني، وبعدين تعكس وترد، وبعدين ترد. خد بالك وانت بتدق فوق مش هينفع دي تبقى في الهواء عشان ما تتنيش المقص، تمام؟ يعني مش هينفع تبقى كده والدقه هنا، دي لازم تبقى على حاجه ثابته بحته حديده صلب رفيعه تدخلها في المقص وتدق من جوه، وبتدق بكل ما اوتيت من قوه بكل عزمك، لانه خد بالك المقص ده صعب ما يتردش بسهوله، يعني هو ما يتنيش بسهوله وما يتردش بسهوله. وادي الجنب ده اترد اهو بسم الله ما شاء الله 10/10. وادي الجنب التاني اللي جوه اهو برده بسم الله ما شاء الله مسطره قدامك اهي زي ما جايه من المصنع. طبعا بعد ما ظبطت الجنبين تجرب تدخل بقى الشداد كده تشوفه داخل كده في مكانه الطبيعي ولا برضه داخل حشر ودق والشغلانه دي. اهو الشداد اهو يا رجاله. طبعا يا رجاله في الناحيه التانيه لازم تبقى ساندها من تحت، يعني الناحيه اللي تحت دي بتبقى مسنوده على الارض مفيش مشكله، انما الناحيه اللي فوق بتبقى في الهواء، لان في ناحيه من المقص وانت بتظبط هتكون في الهواء، مش هينفع تكون في الهواء وتدق عشان هتخرب المقص كده ومش هينفع، فانت لازم تسندها على حاجه. وادي الجنب التاني اهوت خلصناه الحمد لله 10/10، وبنختبر الجنب طبعا من خلال ان احنا بنحط الشداد كده نشوفه داخل مرتاح كده وفي مكانه ووضعه الطبيعي ولا لا. وحاولوا يا رجاله ما تقرطوش على الصاموله اكتر من اللازم، وحاول ما تخليش حد يربط لك الصاموله، اربطها انت. الكلام اللي انا بقوله ده مش كل الجمهوريه شافته طبعا، العدد اللي شافه ما يجيش حاجه في وسط الجمهور العريض في وسط ركبة الموتوسيكلات اللي هم بالملايين، فطبعا مش كلهم شافوا، فمش كل حد انت هتروح له هتفكر ان هو عارف القصة دي. اربط يا صاحبي بنفسك واربط بالمعيار السليم اللي هو ما يتنيش المقص، وما تنساش طبعا الجلب اللي هي برضو بتحميك من القصة دي. وبكده المقص رجع بحالة الزيرو وحالة المصنع تماما زي ما كان جاي زي ما هو دلوقتي، لسه بس هنغير له الجلب ويبقى عندنا مقص زيرو مركون. ولو انت وصلت لحد هنا يا صاحبي فده معناه انك من المتابعين المميزين المهتمين بالقناه والمحتوى. ما تنسناش بدعمك ولايكاتك الجميله اللي بالتاكيد بتفرق معانا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.